هدف انك تفقد احترامك لنفسك في اسرع وقت ممكن. خلاص انت حبكت معاك دلوقتي، يلا انا عايز اعمل اغبى حاجه. تخش على جوجل بلاي وتحمل ديتنج اب، بامبل بقى، تندر، جرايندر. لو انت بتسمع مشروع ليلى، انت بتكون داخل بنيه ان انت بتبحث بقى ايه عن الحب الجاد. المهم تخش بقى تدور تدعبس وتعمل ومش عارف ايه وبتاع، تطلع من الموضوع شايل هم، شايل حالتك حاله. الانسان الطبيعي زمان هو عايز يحب ويتحب او يتعرف على حد، كان بقى في اطار الشغل، في اطار الكليه، في اطار الجيران وما اعرفش ايه وبتاع. تعرفوا على حد، تمام، عرفوا بعضهم، انت مين، ازيك، عامل ايه، انت منين. المهم يتشدوا بقى لبعض، يحصل اعجاب، يحصل حب، وكده مع بعضيهم يخشوا بقى، خلاص تمام. بس عادي، سهله. دلوقتي بقى لا والله معلش، احنا نكمل بقى البرين رود بتاع البني ادمين، نعمل ابلكيشن، تخش بقى ايه، تقعد بقى يمين وشمال، تقعد تلعب في الناس. اول ما بتنزل الابلكيشن بيبقى عندك امل غريب، امل ان انت خلاص اول ما مجرد ما تحمله وتحط بقى ايه الثلاث اربع صور اللي مجننينك، اللي انت ما عندكش غيرهم في حياتك كلها. واول ما بتخش بقى بتعمل اكونت، تبدا بقى ايه، تبدا رحلتك في الجاليري. انت بقى معاك هم 10 صور لنفسك، وباقي الصور بقى سكرين شوت، البوستات فيسبوك بتقعد تضحك عليها زي العبيط بالليل. والفكره ان مفيش ولا صوره من الصور اللي عندك دي يبين ان انت عندك امان نفسي، ان انت بتقعد مع نفسك كده امن عادي، مبسوط. وتيجي بقى للبايو بقى، تقعد مثلا تحاول تكتب ايه، هتكتب بقى ايه، بحب الافلام وبحب السفر، الكلام الحلو مثلا. حاجه عشان ده اكيد الحاجات اللي بيكتبوها الناس اللي على الحاجات ديت، او بيكتبوها بالانجليزي بقى. I love movies, I love travel and good words. وانت مثلا اكتر فيلم كنت بتحبه فشخ في ايظنه، علشان عماد بعرور، بيج فان لعماد بعرور. واخر مره مثلا سافرت بيها فيها، كنت مسافر مثلا من زايد للتجمع. ده السفريه. وبعد ما تخلص بقى السي في اللي انت بتعمله دوت، تخش بقى تشوف مين المرشحين النهارده. وهنا تكتشف ان الناس على الابلكيشن مش داخله ان هي تدور على الحب، تلاقي حد بيبدا معاك خناقه بسببها حد تاني. انت مثلا داخل تلاقي واحده مثلا كاتبه في البايو ما بحبش لعب العيال. لعب العيال ده لو هتعمله معايا لا، زي اللي قبلك عمله لا. طب انا مع مين اللي قبل؟ يعني ساعات بتحس ان انت هتخش هتكتب، يعني اول حاجه هتكتبها مقدمه اعتذار لحد عمل مشكله في شباط 2022 مثلا. وواحده مثلا لو كاتبه في البايو لو هتبدا كلامك بهاي ما تبعتش. يعني اخش اقول ايه مثلا، ابدا بمرافعه افتتاحيه. وعلى النقيض الاخر بقى مثلا تلاقي واحد منزل 6 صور، 3 صور للعربيه وهو ماسك الدركسيون، صورتين في الجيم، وواحده للساعه، مصور ساعه اوليكس، ساعه اوليكس مضروبه مثلا. هو ايه ده؟ وكاتب في البايو بقى ايه، انا شاب طموح وبحب الحياه. دي الادفايس اللي اداها له الدكتور النفساني لما راح له، قال له حب الحياه وخليك طموح، وحمل ابلكيشن ديتنج واقعد عيش فيه بقى، عيش فيه، افتكر ان ده كلها ناس بقى هتحبك ومش عارف ايه وبتاع. ودي احلى حاجه ممكن تعملها، تدفع 500 جنيه والدكتور يقول لك حمل ابلكيشن، او يديك علاج نفسي، يجيب لك سطل يخليك تفقد الذاكره، تصحى بقى مش فاهم انت فين، انت مين، بتعمل ايه، تقتنع ان كلام مدربين التنميه البشريه حاجه مفيده للصحه فعلا وحاجه حقيقيه وبتجيب نتيجه. قسما بالله العظيم انا نفسي افهم مدربين البشريه دول مين التارجت اودينس بتاعهم، مين التارجت اودينس بتاع، مين هيسمع كلامك هيقول اه لا انا لو اشتريت بيتكوين وانا عندي 3 سنين. ومن اكتر الحاجات المريبه في البايو عند الناس، البنات تحديدا، هتلاقي مثلا ايه، في تحذير بسيط بس يعني عنيده شويه. يعني في شويه دي ما تعرفش مثلا هل شويه بتاعت اللي هو التدخين ودمر الصحه وسبب الوفاه شويه، ولا شويه بتاعت عربيه استعمال طبيب عادي ما فيهاش حاجه بس متشلها نص شويه. وبعد بقى ما ايه، ما تقعد تسوايب يمين وشمال لحد ما صباعك يقف، تلاقي مره واحده راحت ظاهره قدامك بقى شاشه اتس ماتش. خلاص يا باشا انت ترقيت، طلعت تمام، ولا كانك مثلا منتخب مصر طلع دور الثمانيه. انت خلاص، انت كسبت اللوتري، انت كسبت كل حاجه، انت ما فيش اي حاجه دلوقتي في الدنيا قدامك غير اتس ماتش. يا لهوي، اعمل ايه في جمداني؟ بس واحده من وسط ال700 اللي عملتهم يمين قررت ما تكرهنيش، تكلمني، تشوفني انا ايه. وبتيجي بقى ايه، يعني اغلب الديتنج ابس بيبقى فيها انه الراجل يخش يتكلم الاول. طب مثلا لو بنتين عملوا ماتش، مين اللي بيخش يتكلم؟ طب لو زي عملوا ماتش بيلعبوا طوبه مقص، على مين يتكلم الاول؟ او 2 رجاله يمسكوا بعض المهم انت تخش بقى ايه الشات، وتبدا بقى في مرحله العصف الذهني، تقعد بقى تقول طب اقول هاي، ما لا وحشه، طب اقول ازيك. انا كيوسف نصيحتي ليك تعمل ايه، تخش تقول السلام عليكم، ايه يا باشا عندكم ايه النهارده، بتعملوا ايه. هتخش تبعت مثلا، تبعت اغنيه، تخش مثلا اول ما تخش كده تبعت اغنيه تقول لها الاغنيه دي ليكي، تبعت لها اغنيه عماد بحرور ايظنه. وتقعد بقى تقعد تدور مثلا تكتب مش عارف ايه هاي، تكتب هلو بالانجليزي، وتقعد بقى ايه تقعد تفكر كده مش عارف ايه وبتاع، لحد ما خلاص تقول ماشي انا هبعت هاي. لا هي قايلها في البايو ما تبعتش، بس انا هبعت هاي عشان ابين ان انا راجل
ما يحكمنيش مرض. هاي ايه جاي معاك بايه؟ ترد عليك بهاي زي ما هي، بس تكتبها ه الف 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 ي، فانت بقى تقعد تفكر خلاص 3 الفات، كل ألف، اول الف حب، تاني الف غرام، تالت الف انا بحبك، خلاص. وتبدا بقى ايه، اول 10 رسايل في الموضوع، تبدا الموضوع بقى اللي هو ايه، اسمك ايه، عندك كام سنه، تشتغل ايه، كليه ايه، ايه طموحك، انت بتعمل ايه هنا، جاي اشتري انابيب، انا جاي اشتري انابيب، عندكم انابيب، اصل اكيد مش جاي اعمل جرد مخزن، يعني اكيد جاي اشوف في ايه اللي عندكم النهارده. في بقى اللي هو بيحاول يبقى يعني اكسترا مايل شويه، فيقول لها مثلا انت على فكره لعلمك بس انت مختلفه عن باقي البنات اللي انا لقيتها هنا. وفي بقى اللي يحاول يعمل نفسه ناصح وصايع بقى، اللي هو على فكره انت مختلفه عن اغلب البنات اللي هنا. طب انت عرفت منين؟ طب انت قريت الكف، بصيت في النجوم، عرفت مثلا برجها جوزاء فهي مختلفه عن باقي، ايه عرفته منين؟ يعني انت كل المحتوى اللي قدامك، كل الانبوت اللي داخل لك 4 صور وبايو. طب ما هي ممكن يكون مثلا عندها دادي ايشوز، ممكن تكون بتحب الماتشا، ودي ازمه اكبر من انها عندها دادي ايشوز. مين اللي بيحب ليه الماتشا؟ نفسي افهم الناس اللي بتقول على فكره الماتشا بتفوق ومصيع. شربت الماتشا ديت قسما بالله شاي بلبن، شاي بلبن مخضر ببرسيم بارد. ما تشرب قهوه، اضرب حقن بنزين. او مثلا يعمل حاجه تانية، يبعت مثلا ايه، انا حاسس ان انت طاقتك غريبه، طاقتك كده، انت فلزات، انت عارفه ان الفلزات تتمدد بالحراره وتنكمش بالبروده. ها، وعامه على الابلكيشنز ديت في ناس مش داخله ان هي تحب، مش داخله ان هي بقى تعرف ناس تانية ومش عارف ايه وبتاع، وتبني ما بينهم برضو علاقه حب. في ناس بتخش تتشيك كده، تشوف السوق لسه عليه الطلب ولا ايه الدنيا، تخش تعمل ابلكيشن، تعمل اكونت وتحط صورها عادي، صور طب تمام. يعني الناس دول بيبقى عندهم صور متصورينها بقى، كان رجاله بصور الجولاين بقى يتك على حنكه كده، وصورته على العربيه ومش عارف، او ستات متصورين عامه في اي حاجه. ما اعتقدش ان دول عندهم ستيريوتايبس، صور معينه، او صوره بقى المرايه، صوره في ذهب، صوره في واحده متصوره، بنت متصوره عادي عامه. فتخش بقى ايه، تعمل معاك ماتش ومش عارف ايه وبتاع، تكلمك، تشدك، خلاص بقى تحسسك ان انت خلاص احنا بقى ولادنا، خلاص اسميهم دلوقتي اهو، بصي شايفه اسامي ولادنا من بعيد، حمدي، انا هسمي ابني حمدي، ولو بنت هسميها لابوا. وتبدا بقى تديكي اهتمام ومش عارف ايه وبتاع، بعد كده مره واحده علمتك السحر، اديتك واختفت. تشوف الريتش عندها لسه شغال ولا لا، الريتش عليها لسه شغال ولا لا. يعني انت بالنسبه لها مش بني ادم عنده مشاعر، انت بالنسبه لها سيرفي، تملى السيرفي. بعرف اتكلم لسه، بعرف اجيب ماتشز، بعرف اجيب ناس عبط عليا، بس خلاص يا باشا، سلام عليكم. على الناحيه التانيه برضو في فئه كده برضو من الشباب، اللي هو بقى ينزل صورته بعضلات بقى ومش عارف ايه وبتاع، واول ما واحده تيجي تكلمه ما بيبعتش تكست، هو مبرمج على الكلام، يكلمها ايه يا بنتي مالك عامله ايه، بس تحسه شارب 20 سيجاره مع بعضيهم كده وراح متكلم بقى ايه. وبعد كل ده بتقول خلاص انا همسح مثلا الابلكيشن، هشتري كرامتي بقى، خلاص ما ينفعش اللي حصل ده، همسح الابلكيشن. تقعد ساعتين وتقعد تفرك بقى دوده، تقعد تلعب وتقول لا طب المشكله في الصور، والله هنزل والله هنزل بكره تصور والله، طب اكتب انا بحب الهايكنج مثلا، بطلع السادس صدري بيصفر، طب اعمل ايه؟ وتقعد بقى ايه في مود الجامبلينج والقمار ده كده حبه حلوين، لحد ما تكتشف انه خلاص انت بعت كل حاجه، كل ما يملك، بيته وعربيته كل حاجه، ويستلف فلوسه ويشد بودره، او يبقى مدمن بقى، مدمن سوايب. بس هي الفكره يعني بتكون ان اغلب الناس اللي داخلاها يعني مش ناس ثابته او ناضجه، هم داخلين بس ايه، يحنكشوا كده. انت بتبقى داخل يعني وانت زهقان جاضد، بتدور على حد يقول لك والله وشك ده لسه صالح للاستهلاك الادمي، يجي منك بني ادم يعني، وشك ايه المناخير دي. فبس يعني لو انت بني ادم على الديتنج ابس، ربنا يعينك ويرزقك بالماتش الحلال. واكتب لي تحت بقى في الكومنتس ايه اغرب، انا عايز اعرف منكم كلكم دلوقتي ايه اغرب تجربه على ابلكيشن ديتنج مثلا حصل معاك او معاكي او معاكم. ايه اللي حصل معاكم مثلا؟ هل بقى جوستنج، ديت غريب؟ وبس كده يا سيدي، يعني ربنا يرزقكم بالخير. انا راجل الحمد لله متزوج، وحالي مصلوح الحمد لله، نشكر ربنا. وبس كده، يلا مع السلامه.